ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بقى هنعمل مع بعض حاجه دي اساسيه عندنا في سحور رمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين. خلص رمضان على الابواب وما عادش وقت كتير. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض الفول المتمس. تعالوا نشوف انا عملته ازاي، ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. انا هنا جبت نص كيلو فول. كنت نقعاه حوالي 6 او 7 ساعات. غسلته كويس جدا ونقعته في ميه لغايه ما بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنا جبت الحله وحطيت فيها الفول من غير اي ميه لغايه دلوقتي. وطبعا انا حطاها على نار عاليه الاول. هنا بقى ببتدي ازود الميه. طبعا انا بحاول ابقى مغطيه الميه بتبقى مغطيه الفول، يعني بكميه مناسبه عشان ما اضطرش ان انا ازود ميه تاني على الفول. تمام. زي ما انتوا شايفين الشكل ده كده. هنا بقى هبتدي ان انا ازود الاضافات اللي انا بحطها على الفول. هنا انا معايا 3 معالق عدس كبار مغسولين. انت حابه تزودي العدس زودي، مفيش مشكله، بس هو كده يعني 3 معالق حلوين قوي. وبحط جزرية كبيرة متقطعة قطع كده، و5 أو 6 فصوص توم. دي الإضافات اللي أنا بحطها. أنا ما بحطش طماطم لأني أنا بحس إن الطماطم بتسود الفول، ما بتديلهوش لون. وهزود كمان دلوقتي معاهم نص ليمونة. هحطها بحالها كده، مش هنعصرها ولا أي حاجة. الليمونة بتحافظ على لون الفول وما بتخليهوش يسمر. تمام كده بقى. انا هسيبه على النار العالية دي لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. خلاص. واول ما هيبتدي يغلي هبتدي انقله على عين تكون نارها هادية جدا، واسيبه براحته خالص لمدة 3 ساعات. كده هنا خلاص هو ابتدى غلى. عدى كده تلت ساعة وغلى. ونقلته على العين اللي هي ورا دي، كنت مهديه عليها النار خالص، وسبته 3 ساعات بالظبط، ما فتحتش عليه. شايفين لونه عامل ازاي؟ هنشوف بقى دلوقتي الفول استوى معانا ولا لا. انا كده ما زودتلوش ميه تاني. الفول دايب دوب. كده خلاص الفول استوى وبدأ يهدى شويه من السخونيه بتاعته. هبتدي اشيل الليمونه دي ارميها. تمام. وهنزل شويه ميه منه، مش هسيب الميه دي كلها. يعني في ناس ما بتحبوش خفيف، وانا من الناس اللي بحب الفول يكون تقيل شويه، ما بحبوش ميته كتيره. وهبتدي بقى افرمه بالهاند بلندر. طبعا الهاند بلندر هنا بيكون الفول بالنسبه لك جاهز، بيبقى جاهز على التسخين بس. يعني مش هتتعبي في حاجه غير انك هتطلعي الفول يفك، وهتروحي جايه عاملاه بقى بالطريقه اللي انت بتحبيها. طبعا انا هنا ببتدي اكسر الفول يعني جزء جزء، وبعد كده هروح جايه ضرباه كله مره واحده بالشكل ده. شايفين لونه عامل ازاي؟ فاتح ومش مغمق ازاي. انا بحب الفول بالشكل ده كده، باللون ده. مبحبش الفوله الغامقه. انا كده بقرب لكم على الفول عشان تشوفوا اللون بتاعه شكله ايه. انا كده قربت الكاميرا خالص اهو. هبتدي بقى هنا اقسمه لاكياس. طبعا التقسيم ده بيبقى على حسب كل افراد العيله. يعني شوفي انت عندك كام فرد بياكل الفول، وهتحطي كل كيس على قد احتياجك انت. طبعا احنا لو بنشتري الفول ده من بره هيبقى والله المبلغ وقدره، في ظل الاسعار الغاليه اللي احنا بقينا فيها دي.
انا هنا قسمت الفول اللي معايا ده، قسمته في اكياس. هما طلعوا حوالي 6 اكياس عم اعتقد يعني. طبعا انا لو بشتريهم من بره هشتريهم بمبلغ اكبر من سعر النص كيلو اللي انا جبته وعملته في البيت. وطبعا مش بنفس النظافة اللي احنا بنعملها. يعني في ناس كمان سمعت ان في ناس بتحط عليه مكرونة او في ناس بتحط عليه رز، بس المعلومة دي صح او غلط الله اعلم. بس اكيد مش نفس النظافة اللي احنا بنعملها في البيت يعني. كده خلاص انا هبتدي اكمل الكمية لوحدي. وهنا كده خلاص طلع معايا 6 اكياس زي ما قلت لكم. شايفين اللون فاتح وحلو ازاي؟ هنا بقى بصراحة انا نفسي اكل فول، بس نفسي اكله بالطماطم. تعالوا نشوف انا عملته ازاي. هو طريقته بسيطة خالص. هنا معايا بصلة مبشورة، بس مش بشر ناعم قوي. هنسيبها لغاية ما تاخد اللون الذهبي. بدأت تحمر اهيت، هنقلب فيها وهنسيبها لغاية ما تاخد اللون الذهبي. وهننزل بعد كده عليها بالطماطم. انتي ممكن الطماطم تضيفيها قطع، تضيفيها معصورة، على حسب. كده خلاص وصلت اللون اللي انا عايزاه. كنت انا مجهزة طماطمايه مقطعاها قطع بالشكل ده كده، وهقلبها وهوطي عليها النار خالص. في ناس كمان بتحط مع التوم ابو طماطم تومة، بس انا بصراحة بحبها بالبصلة بس. كده خلاص الطماطم اتسبكت تمام. هبتدي بقى احط البهارات بتاعته. عبارة عن ملح، كمون، وفلفل اسمر. وهنقلبهم بالشكل ده كده. وهننزل عليهم بالفول ونقلبه كويس فيهم. ونسيبه ايه على النار حوالي دقيقة، دقيقة ونص كده. وده شكل الفول اللي انا عملته. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي